السكن صعب يتحقق، واحنا لسه بنعاقب بعض حاليا على مشاكل شريكنا ما كانش اصلا موجود فيه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عشان كده أنا جاي أقول لكم النهاردة إن من أعظم صور النضج إنك تعرف إنك عندك مشكلة لسه باقية في الماضي محتاجة تتعالج، وإن أعظم عمل تعمله لنفسك قبل اللي حواليك إنك تسعى إنك تعالج نفسك بدل ما تحمل غيرك أوجاع هما ملهمش أي ذنب فيها. وعشان يبقى في حلول عملية زي ما اتعودنا مع بعض، لما يحصل شيء يعصبك أو مشكلة تضايقك اسألي نفسك سؤالين: هل أنا متضايقة من الموقف فعلا؟ هل أنا متضايق من الموقف فعلا؟ ولا الموقف ده فكرني بوجع قديم صحي جوايا؟ ولو لاحظت إن في شيء بيتكرر عندك مع كل مشكلة، ثقتك في نفسك الحقيقية إنك تتكلم عنها بهدوء مع شريك حياتك. بكل بساطة قول: الموضوع ده بيضايقني أو بيوجعني أكتر من الطبيعي ومحتاجة أفهم ليه. الوعي مش ضعف، والبحث عن التعافي أعلى مراحل حب الذات واحترام وتقدير نفسك عشان تعيش حياة صحية سعيدة. الوعي بإنك عندك مشكلة هو ده بداية التعافي. وفي النهاية اعرفوا إن البيت مش ساحة معركة، البيت ربنا عز وجل جعله لينا مكان للسكن والرحمة. وكل ما بنفهم بعض أكتر وبنعرف مشكلات بعض وجروح بعض بنقدر نحب بعض بشكل صحي. وهنا سؤالي ليكم: عمرك اكتشفتي أو عمرك لاحظت إن وجعك في الموقف ده سبب جروح من الماضي؟ عمرك اكتشفت أو انت عمرك لاحظتي إن موقف معين انت غضبتي فيه بشكل كبير ومبالغ فيه كان سببه موقف قديم بالنسبة لك أو بالنسبة لك مش الموقف نفسه؟ شاركوني تحت في الكومنتس عشان نساعد بعض ونفيد بعض. أسأل الله تيسير لي ولكم وأسألكم الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.